زي ما توقعت قلت لكم قبل المباراه بيومين ان كابتن علي ماهر هيعتمد في اسلوبه وفي طريقه لعبه ان هو ازاي يبني جبهات، جبهه فيها ظهير وفيها جناح، والجبهه الثانيه فيها ظهير وفيها جناح. وقلت ان انا اخاف ان هو يلعب بالشكل ده ويغلط نفس الغلط اللي غلطه مدرب فيوتشر، وان هو فضل حاصر نفسه في المنطقه دي فقط لا غير على مدار المباراه، وبالتالي ما قدرش ان هو يستفيد بالامكانيات والقدرات الهجوميه اللي موجوده عنده، اللي بتتماثل في بعض اللعيبه اللي عندها السرعه وعندها المهاره، وان هو معتمد اكتر ان الناس دي عندها قدرات بدنيه. محمد الشامي يقدر يعمل ارتداد دفاعي مع الظهير بتاعه او الباك بتاعه كريم العراقي، ونفس الكلام حسام جريشه يقدر ان هو يرجع بالمجهود البدني يعمل ارتداد مع حسين السيد عشان يقفل مفاتيح اللعب على بيراميدز اللي بتتماثل بقى هنا في وجود مصطفى فتحي، وهنا رمضان صبحي اللي ما لعبش ولعب مكانه محمد حمدي او كريم حافظ، ونفس الكلام مايلي. لكن للاسف هو بيراميدز اصلا ملوش ملكه، بيراميدز عنده اكتر من مفتاح لعب، بيشتغل من العمق وبيشتغل من على الاطراف وبيشتغل من هنا من قلب الملعب بالنسبه للجناحات بتاعته، فما يقدرش ان انت تحجمه، خصوصا ان انت بتلعب في الريد زون او المنطقه المحظوره بتاعتك، فالغلطه عندك بفوره، وانت كمدرب عندك اصلا مشاكل كتيره جدا في النواحي الدفاعيه. فانا بقرب المنافس اللي انا بلعب قدامه من منطقه جزائي، طب ما الطبيعي ان انا العب بالشكل ده في التلتين ملعب في نص الملعب زي ما بيراميدز كان بيلعبك. ما هو بيراميدز كان بيلعب كده، حاطط لك هنا احمد سامي وهنا مرعي وبيلعب هنا الشيبي، ونفس الكلام هنا كريم حافظ او محمد حمدي، وهنا مهند لاشين وعبد الله السعيد ووليد الكارتي. فلما تيجي تبص حتى على الاهداف اللي دخلت مرماك هتلاقيها بتترجم الكلام اللي انا بقوله، ان بيراميدز عنده تنوع. الهدف الاول محمد الشيبي كره عرضيه طق مايلي ما بين الاثنين سنتر باكين جون. الجون الثاني محمد حمدي الكره بتتلعب هنا عملها هنا في المساحه الفاضيه، لان الراجل ده راح داخل لجوه وعبد الله السعيد راح واخد مكانه، وده خد العرضه القريبه وراح مصطفى فتحي ما فضلش واقف مكانه، لا راح داخل عمق الملعب الكره اتلعبت له هنا جون. نفس الكلام الجول الثالث، وده اللي انا حذرت منه قبل الماتش، منطقه عمق الملعب وبالذات المساحه اللي بتبقى موجوده ما بين باهر وموجوده ما بين عمرو موسى، وقلت ان المصري ما لعبش حد قبل كده، وان الماتش الوحيد اللي كان مقياس وتقدر ان انت تقيم فيه لعيبتك كان ماتش النادي الاهلي، وكان فيه نفس الاخطاء. برضو الكره اتلعبت هنا لوليد الكارتي، الراجل في الحته دي طق عمق الملعب لمايلي، طبعا بالقوه والسرعه بتاعته قدر يتفوق على الاثنين سنتر باكين اللي كانوا واقفين غلط، واللي برضو ما كانش فيه تغطيه من جانب الثلاثه اللي موجودين في عمق الملعب، لا محمود حماده ولا ايزي ايميكا ولا حتى سمير فكري. فالمأمورية كانت سهله. ال10 دقائق فقط اللي انت لعبتهم كويس امتى؟ لما انت زقيت نفسك في المنطقه دي وبدات ان انت تضغط بيراميدز بالشكل ده، وبدات ان انت تلعب في التلتين ده، خلاص بقيت قريب من مرمى بيراميدز، وبدا بيراميدز يحس بالخطوره، بدا بقى يبقى في ارتداد دفاعي من جانب بيراميدز، وبدا يبقى حاسس ان انت ممكن تجيب جون في اي وقت، فبدات المباراه رايحه جايه، وبدات ان انت تشتغل كويس رغم ان شغلك كان عشوائي برضه، لان التغييرات اللي نزلت هي ما لعبتش معاك قبل كده. يعني الاتسوال ده ما لعبش قبل كده مع المصري في الدوري، نفس الكلام غلاس قناوي، فدي قدرات وامكانيات لعيبه فرديه، فاللعيب خلاص نازل والنتيجه 2-0، فبالتالي مش باقي على حاجه، هنزل ادافع ليه؟ فبدا يبقى شكلك كويس. لو انت بتلعب بالشكل ده من بدايه المباراه كان الامور بالنسبه لك هتروح وتيجي. ما احنا شفنا انبي قدام الزمالك رغم ان في فروقات كبيره جدا في الامكانيات، وان انبي ما عندهاش الفرقه بتاعت المصري وما عندهاش الصفقات والاسماء بتاعت المصري، لكن فرقه ملتزمه بينزل يلعب في عمق الملعب بتاعه، بمجرد ما بيقطع الكوره عنده تحولات هجوميه قويه، بيقدر ان هو يستغل المساحات اللي بيفضيها في ظهر فريق نادي الزمالك، وبالتالي بيطلع يفنش الهجمه وبرده بيرجع تاني يعمل ارتداد دفاعي وبيقف اقل حاجه 9 لعيبه تحت الكوره. فانت من هنا بتخنق اي فرقه، وقلت قبل كده مستحيل مستحيل يا جماعه اكتر واقوى فرقه في العالم مش هتقدر ان هي تلعب في الريد زون ده او اللي هي المنطقه المحظوره اللي احنا بنقول عليها بالشكل ده في ال 30 متر بتاع عمق الملعب بالمنظر ده، مستحيل. هفضل العب كده مستحيل، هفضل العب كده مستحيل هلعب بالشكل ده. انا العب كده 5 دقائق 3 دقائق موقف او موقفين في المباراه على حسب قدره الفرقه اللي انا بلعب قدامها، انما مش هقدر العب بالشكل ده 90 دقيقه عمال اجري ورا الكوره 90 دقيقه. طيب ماشي انا بجري ورا الكوره قطعت الكوره، طيب هعمل ايه؟ ما هو الناس دي بتعمل عليها ضغط عالي، الراجل ده بيطلع يضغط والمهاجم بيطلع يضغط على الاثنين سنتر باكين، والراجل ده بيطلع يضغط هنا، والاثنين بتوع نص الملعب الارتكاز بيطلعوا هنا في ظهرهم ده، وعلى الاقل واحد من الاثنين الاظهره سواء شمال او يمين، وتبص تلاقي الثلاثه دول وقفوا لك هنا في نص الملعب. طب انت هتطلع ازاي؟ ما لازم يبقى عندك اختراقات ولازم يبقى عندك تحولات ولازم يبقى عندك رد فعل سريع، وان اللعيبه تباصي وتتحرك، مش هباصي وافضل واقف مكاني. انما المصري ما كانش بيعمل كده، وكابتن علي كان عنده مشكله اكبر ان هو كان مصمم في المباراه ان هو عايز يبني الهجمه من تحت، رغم ان كان بيجي ضغط عالي عليه والكره بتتقطع وبتعمل هجمه مرتده او بتعمل كونتر اتاك.
فدي سببت لك مشكله كبيره جدا. انت مطالب ان انت تعمل الكلام ده قدام الفرق الكبيره اللي عندها قدرات مختلفه زي بيراميدز وزي الاهلي وزي الزمالك وغيرهم، اللي عندها لعيبه بتقدر ان هي تشتغل بشكل كويس في المناطق الهجوميه. لكن انا شخصيتي فين الهجوميه؟ ما انت لاغي تماما الشخصيه الهجوميه، فبالتالي بتقطع الكوره، ما بتكملش نقله الثانيه الثالثه، الكوره بتتقطع منك، ترجع تجري ورا الكوره تاني. مفيش فرقه في العالم بتعمل الكلام ده، ومفيش فرقه تقدر تستحمل كم الضغط وكم المجهود البدني ده، ان انا افضل 90 دقيقه عمال اجري ورا الكوره ولا 45 دقيقه عمال اجري ورا الكوره. تركيزي هيقل وحتى المرونه بتاعتي في الملعب هتقل، والوقفه بتاعتي هيبقى فيها مشاكل.